شوفوا لي على ملوي ملوي الحادقات، مورق مخشخش، كيجي رطب غزال، كل مواصفات الزينه فيه. والاهم انني كنعجنو بالفينوبخو ديال مزيان اللي ما كيحتاجش الفورص. اول منتوج مغربي ما مخلطش بالفورص وكتعجنيه بلا فورص. ملي كنكون كنخدم الفينو برو، والله العظيم الا كنكون انا عارفه النتيجه كيفاش غادي يجيني المخبوزات ديالهم كاملين. ما علينا، كندير الفينو برو مع شويه د الملحه وشويه د الخميره الفوريه، غير راس المعلقه، كنجمعو بالماء دافي وكندلكو حتى كيعطيني الخيط بحال هكا. كنخليه يرتاح ونكورو كويرات، نخليهم يرتاحوا، ندوز الخلطه التوريق فيها الزبده والزيت والفينو برو، نخلطهم مع بعضياتهم. كناخذ اول كره يعني اللي ورقت اللي قطعت، كندير ليها هذيك الخلطه وكنتنيها كما كتشوفوا في الفيديو. ومن بعد كنبدا كنلوي على شكل ملوي وما نزيرش، ما تزيروش باش ما يجيكمش مدقص من الداخل. هذه هي النتيجه اللي كنحصل عليها. غادي نغطي عليهم ونخليهم يرتاحوا صافي. ومن بعد غادي نبدا كنقرص، ومباشره المقله تكون سخونه كنبدا كنطيب. والطياب الملوي او الرغايف البنات قلب واش قلب، يعني فاش تحطي الملويه قلبي هذيك الساعه، بقاي تقلبي وتشقلبي حتى تحصلي على واحد الملوي اللي غزال بزاف بزاف، هشيش مورق والمذاق، وزيدي اللون الاصفر ديال الفينوبخو ديال مزيه. وكنأكد عليكم راه ما مخلطش بالفورص، واول منتوج مغربي ما فيهش الفورص. وغادي نتلقاوه في كارفور، راه ولا متوفر بكثره. جربوه ردوا عليا الخبر.